السلام عليكم. النهاردة الفيديو بتاعنا 2 في 1 هنعمل فيه سماش برجر. اسهل برجر ممكن تعملوه، ومش هنعمله في عيش كايزر، هنعمله في عيش التورتيلا، وهنعمل كمان في الفيديو عيش التورتيلا. بس يلا بينا نصلي على النبي كده ونبدأ الفيديو. بسم الله. للعجينة هحتاج نص كيلو من الدقيق، وعليه رشة من الملح، ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة صغيرة من بيكنج باودر، واقلبهم كده مع بعض. وعشان العجينة بتاعتي تطلع طرية معايا هحط لها معلقة كبيرة من الزبدة مكعب كده، وهكون مدفية مية وهعجن بالمية الدافية. اخدت حوالي 250 ملي، يعني نص كيلو من الدقيق اخد 250 ملي من المية. عجيني فيها كتير لحد ما العجينة تلاقيها بقت ملمسها حلو معاكي. مش هنسيب العجينة ترتاح وبعد كده نعملها كور، لا هنقرص على طول ونعملها كور ونسيبها ترتاح وهي متقرصة. بعد نص ساعة كده خلاص هبدأ اشتغل فيها. فردت دقيق على الرخامة وخدت العجين طبعا كورة كورة، وبدأت ان انا افرد كده. ولو لقيت الوش بتاعها ملزق رش عليها من فوق شوية دقيق علشان ما تلزقش في النشابة. حاطه الجريل على النار تسخن، او طاسه او اي حاجه بقى انت حابه تعمليها، او ممكن لو ما عندكيش يبقى صينيه مدوره واقلبيها على وشها تحت النار وتشتغلي من فوق. رشي رشه زيت كده ونحط العيش. اول رغيف طبعا بيطول شويه عشان الجريلا بتكون لسه ما سخنتش قوي. بيبدا بقى يعمل معاكي فقاعات كده بالشكل ده. اول ما يبدا يعمل فقاعات اتك على الفقاعات كده خفيف بالراحه، هتنفخ كل الفقاعات اللي حواليها والعيش يقب معاكي بالشكل ده. مش عايزين العيش ياخد لون ازيد من اللون الذهبي، هو لون ذهبي بس خفيف كده علشان ما ينشفش معايا واقدر ان انا الفه. لو اخد لون ازيد من كده هيقرمش، وتيجي تلفيه او تعملي بيه اي حاجة هتلاقيه بيتكسر معاكي. ما شاء الله العجينة ناجحة جميلة قوي، هتنجح معاكم من أول مرة. أنا عاملة الرغيف حوالي 30 34 سنتي، حجمه كبير، تقدري تصغري الحجم وترققي العجينة في الفرد قوي، هيفرط معاكي كمية حلوة. وعمل معايا حوالي 7 أو 8 رغيفة نص كيلو، حجم كبير. هنكمل بقى كله بنفس الطريقة، وتطلعيه تحطيه ما بين فوطين علشان يفضل طري معاكي وما ينشفش لحد ما تيجي تستخدميه. وطبعا في التخزين لو عايزة تحطيه في كيسة وتعينيه في الفريزر، ما شاء الله بعمله على طول كده بنفس الطريقة، بيطلع تطلعيه قبل الاستخدام 10 دقايق بس بيكون طرى اكنك لسه عاملاه حالا اهو فريش. العيش ما شاء الله جميل وطري وما بيتقطعش. جربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي، وهبقى انزل لكم الفيديو لوحده من غير البرجر. للبرجر بقى، البرجر السماش برجر عبارة عن لحمة بقري وملح وفلفل بس خلاص. اسهل طريقة وطريقة جميلة جدا. طبعا كل ما التوابل بتكون قليلة في اللحمة كل ما بتظهر طعم اللحمة اكتر وبتبقى لذ. هفضل اعجن فيها لحد ما تسمغ معايا كده ويبقى فيها خيوط وعرق كده. وهبدأ بقى ان انا اعملها اشكلها. انا استخدمت 550 جرام من اللحمة، فعملت كل قطعة 110 جرام. هجهز بقى الحشوة بتاع اللي هحطه في العيش. قطعت طماطم وبصل واي نوع خاص تحبيه، انا استخدمت قلب الخصاية. وعشان نفرد اللحمة هجيب ورق زبدة واحطها ما بين الورقتين كده، وهضغط عليها باي حاجة تقيلة. طبعا السماش برجر له مكبس كده بينضغط بيه، بس هو مش عندي. طبعا اي حاجة تقدر تغني عنه، حلة بقى، فخارة زي ما انا استخدمت. وفردته بالطريقة دي. حاولي ان انتي تفرديه وتبططيه عشان طبعا لما بيتحط على النار بيروح ملموم وصغران حجمه. فرققيه شوية في وقت الاستخدام. والجريل على نفس الجريل على على النار حطيته. وفي المرحلة دي انت طبعا زي ما قلت لك لو عندك المكبس تقدري ان انت تضغطي عليه بحيث ان هو ما يكشش قوي في البتاع، بس هو ما كانش عندي. حطيت مكعب زبدة بقى هيديها طعم حلو قوي، وتاخد من نكهة الزبدة كده وتخليها جوسي معانا في في الساندوتش. اي نوع جبنه بقى حابه تحطيه. انا استخدمت شرايح الجبنه بتاعه البرجر، ممكن تحطي جبنه رومي، ممكن ما تحطيش خالص. واللي بيحب الجبنه دبل حطي له جبنه دبل. وبس هي هتسيح عليه بقى. اجهز بقى العيش بتاعي عشان اجهز الساندوتش. الصوص عبارة عن مايونيز وكاتشب وشوية من المستردة، حطيته كده وخس بقى وطماطم. عايزة تحطي فلفل حطي. عملت على الجنبين زي ما انت شايفة كده، من هناك من على الطرف ومن هنا. لو حابة تعمليه دبل هتحطي البرجر على قدام هنا، وتحطي برجر على اللي ورا، بس السندوتش يبقى كبير قوي. هو اصلا اوريدي كبير ومشبع جدا على فكرة.
هنقفل بقى بالشكل ده كده ونحطه على الجريلا بحيث ان هو يتحمص. جميلة قوي اللفة دي، وخفيف وألذ بجد من العيش البرجر في الاكل العيش الكايزر. هعمل برضو التاني بنفس الطريقة واكملهم كده بنفس الشكل، وهحطهم كلهم على الجريل لحد ما يتحمصوا ياخدوا لون حلو من الزبدة بقى. وطبعا الزبدة مع العصارة بتاعت اللحمة مدياله طعم حلو قوي على الجريل هو بقى كمان. يلا، وما شاء الله شكلهم جميل. هستنى رأيكم بجد في الفيديو لانه بجد خطير، لازم تجربوه. سندوتش حجمه حلو قوي، لو عايزين تعملوه دبل تمام، بس هو فعلا مشبع جدا، وهو كده يكفي فرد كبير. طعمه يجنن والبرجر طعمه تحفة. جربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي بجد. ولو وصلتوا في الفيديو لحد هنا شكرا ليكم، وهستناكم تقولوا رأيكم في الوصفة، وما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا وصفاتي.